هذا هو الصميط التركي، هذا اكثر ايتم ينباع عندي على الريوق بالمطعم. شلون تسووه؟ والرزق على الله. اول شيء راح اخلي خاشوقه خمره خاشوقه شكر ومي دافي، نخلطهم كل زين لحد ما تذوب الخميره. راح نضيف الحليب ونبدا نعجن. راح اضيف السائل اللي سويناه مال الخميره واضيف الطحين بالتدريج لحد ما توصل القوام متماسك وقوي. وكل المقادير راح اكتب لكم اياها اسفل الفيديو بالوصف. بعد ما عجننا العجينه راح اخليها ترتاح نص ساعه، وهسه راح اشغل الفرن حتى يحمل. والفرن اللي استخدمه اكيد هو من DLC، يحتوي على نظام امن وتربو مزدوج. واحلى شيء بالفرن اللي موجود تقدرون تشغلون من فوق والجو سويه او تشغلون كل واحد وحده، وبي مروحتين والطباخ والفرن باشعال تلقائي. والاهم من هذا كله انه كل الاجهزه من DLC عليها ضمان سنتين لان الكواليتي مالتها جدا عالي. وهسه نرجع للعجينه بعد ما اختمرت. راح نقطعها على قطع صغار وتكون متساويه، وبعدها راح نكور كل القطع ونخليها ترتاح ربع ساعه. راح ابدا امد العجين بهذا الشكل وافرده، وكل قطعتين راح اضفرهم بهاي الطريقه، واهم شيء يكون شكلها متناسق. واخر شيء اقفل الدائره وتصير بهذا الشكل. راح اجيب دبس مال تمر واخلي له ماي واحركه لحد ما يخف عندنا الدبس. بعدها راح نغطس العجينه اللي سويناها بالدبس. بعد راح نخليها بالسمسم، واهم شيء تتغطى بالسمسم من كل الجهات. واخر شيء راح نخليها بالفرن 20 دقيقه وراح تكون عندكم جاهزه. كل مقادير هاي الوصفه راح تلقوها اسفل الفيديو بالاغرامات حتى تستفادون منها اصحاب المشاريع وتقدرون تسووها بالبيت.